في اللحظة اللي بتكتشف فيها إن الناس اللي كنت فاكرها سندك طلعت مجرد ديكور. الناس اللي كنت بتشوفها بقلبك الزمن كشف لك وشوشهم الحقيقية. مين فينا ما عداش عليه وقت اكتشف فيه إن أكتر حد كان قريب منه كان أكتر حد وجعه؟ مين فينا ما قالش جواه يا ألف سلام على اللي اكتشفناهم على حقيقتهم مع الأيام؟ أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. المشكلة إن الناس دي كنا فاكرينها مصدر للثقة والأمان والحب، فلما بنتصدم فيهم بتلاقي نفسك بتقول مش معقولة للدرجة دي أنا كنت مغيب. وساعتها بتقول سلاما على من اكتشفنا حقيقتهم مع الأيام. الغريبة إن كل مراحل عمرنا هتلاقي فيه اكتشاف حقيقي لشخص ما هو بيعتبر نهاية لحقبة من الوهم كنا عايشينها. إحنا كبشر عندنا ميل فطري إننا نصدق الصورة المثالية اللي الناس بترسمها لينا. بنشوف بالعين بس بنحكم بالقلب، وبندي فرص كتير لحد ما بيجي يوم الحقيقة، اليوم اللي بتسقط فيه كل الأقنعة. أصعب حاجة في الوجع ده إنك مش بتفقد الشخص، لأ، إنت بتفقد فكرتك عن الشخص ده، بتفقد جزء من نفسك إنت كنت بتراهن بيه على إنه شخص كويس. عشان كده الوجع مضاعف. ده بيخليك تسأل نفسك، هو أنا اللي كنت غبي ولا هم كانوا شاطرين قوي في التمثيل؟ وساعتها بتقول ألف سلام لمن سقطوا من العين. السقوط من العين ده مش معناه خصام أو خلاف، لا بالعكس، السقوط ده مؤلم، عامل زي ما تكون طاير وفجأة الأرض اتسحبت من تحت رجليك. المكانة اللي كانت جوه قلبك للشخص ده بتختفي في لحظة، بتتحول لصفر. لا عاد ينفع يترفع ولا عاد ينفع ترجع تثق فيه. اللي بيقع من العين صعب قوي يرجع يقف على أرض ثابتة جواك تاني. الكفيل الوحيد في الحكاية دي هو الزمن. الزمن ده كفيل لتحطيم أي قناع، النفاق، الكذب. عارف ليه؟ لأن الشخص المنافق أو الكذاب بيضطر يمثل كل يوم، والتمثيل ده محتاج طاقة جبارة. مع الوقت ومع الضغوط ومع اختلاف الظروف الممثل بيزهق والقناع بيبدأ يتخلخل، وبيظهر الوش الأصلي اللي بيبقى غالبا وش حد قريب منك جدا قبل ما يكون وش حد غريب. علماء النفس بيتكلموا عن مفهوم اسمه التنافر المعرفي. هبسطها لك شوية. تخيل معايا ان قلبك مصمم على صورة للشخص ده، بس عقلك بيدي أدلة قوية على ان الشخص ده مش كويس. التناقض ده بيوجع، وما بيروحش الوجع ده غير لما العقل بيعمل تصحيح إجباري ويواجهك ما بين حقيقة الشخص ووهم الصورة اللي انت بنيتها. والتصحيح ده مؤلم جدا، بس بيخليك أقوى. يا خسارة، اكتشفنا حقيقة القريب قبل الغريب، وده اللي بيوجع أكتر. الصدمة مش في الغريب اللي ما تعرفوش، والصدمة في اللي كنت فاكر إنه مصدر ثقة ليك، اللي انت كنت مديله مفاتيحك وأسرارك وحياتك كلها. الصدمة إن الخذلان بيجي من مكان الأمان اللي احنا مش متوقعين منه خالص، ودي النتيجة الحتمية. فما عاد للطيبة بقية وما بقى للوفاء عنوان. مش بنبقى قاسيين، بس بنبقى حريصين. الطيبة اللي كانت بلا حدود بتتحول لطيبة محدودة، وبنسأل دايما نفسنا مين يستاهل وفائي ومين يستاهل وقتي. الدكتور مصطفى محمود بيشوف إن النفاق مش مجرد كده، لا، ده مرض نفسي بيصيب الروح. ولو بصينا في كتاباته هنلاقيه بيتكلم كتير عن الإنسان الروحي في مقابل الإنسان المادي. هو كان بيشوف إن الشخص المنافق ده هو أكتر شخص تعبان وموجوع. ليه بقى؟ لأنه بيعيش في حالة من التناقض المستمر. ده مش مجرد ممثل قدام الناس بس، لا، ده ممثل طول الوقت قدام نفسه
القناع اللي بيلبسه بيخليه يفقد أصالة الروح، والروح لما بتفقد أصالتها بتعيش في وجع ضمير حتى لو كان وجع صامت. كان بيقول إن كتير من الناس بتبقى عندها نفوس صغيرة، النفوس دي بتحاول تكبر وتتغذى على مصالح الناس بالخداع والكذب. الشخص المنافق بيفتكر إنه ذكي، بس الحقيقة إنه بيخسر أهم حاجة، بيخسر روحه. هو بيتاجر بعملة رخيصة وبيخسر العملة الغالية اللي هي صدقه مع نفسه. دكتور مصطفى محمود بيدعوك للبصيرة وبيقولك ما تبصش بعينيك بس على الأفعال، بص بقلبك وعقلك عن النية. لما القناع بيقع انت مش بتشوف شخص وحش قدامك، انت بتشوف شخص ضعيف اختار يعيش في كذبة، وده بيخلي رد فعلك مش مجرد غضب عادي، لا، بيبقى فيه جزء من الشفقة الواعية. أيوه، انت بتبقى مشفق على الشخص ده، انت بتفهم ان المرض مش فيك انت، المرض في الشخص نفسه اللي اختار يعيش بوشين. الخلاصة دكتور مصطفى محمود بيطلب مننا نبص جوه مش بره. الحقيقة مش في وشوش الناس، الحقيقة في نيتهم وفي وجهتهم اللي رايحين ليها. واللي بيختار طريق النفاق هو اللي بيعاني طول عمره من ضيق الروح. وهنا بيجي التغيير الجذري في حياتنا. بعد ما القلب اتعلم الدرس والعقل عمل تصحيح إجباري، هنا لازم نقف ونقول لنفسنا إحنا لازم نأسس قاعدة جديدة للتعامل مع الناس دي، ونقول نعاملكم كما نرى منكم فلا تلومونا لما تروا منا. ودي مش قسوة، دي حماية نفسية، ده مش رد فعل عدواني، ده تأسيس للحدود. علماء النفس بيقولوا إن وضع الحدود هو أعلى درجات الصحة النفسية. الحدود النفسية مش معناها إنك تبقى قاسي أو انطوائي، معناها إنك بتحافظ على الرصيد العاطفي بتاعك. بعد الخذلان انت بتتنقل من حالة السفنجة اللي بتمتص كل مشاعر سلبية وكل استغلال لحالة الدرع اللي بيحمي نفسه. في فرق كبير بين الطيبة والسذاجة. الطيبة الحقيقية هي انك تفضل كويس بس وانت شايف وواعي لحقيقة اللي قدامك، بتدي للي يستحق او بتدي على قد مساحة الثقة اللي فاضلة. اما السذاجة فهي انك تفضل تدي وانت عارف ان اللي قدامك مستغل وما تعلمتش الدرس برضو. علماء الاجتماع بيسموا ده المعاملة بالمثل الواعي. انت بتعامل الشخص بناء على معاملتك معاه، مش بناء على أحلامك أو أمنياتك تجاهه. ده قمة العدل العاطفي. والجملة اللي بتقول بل راجعوا ما قدمتوه وما كان منكم هي مفتاح القاعدة دي. انت مش بتهاجم، انت بتطلب من الشخص يراجع نفسه هو. انت بترفع الكورة من ملعبك لمسؤوليته هو. انت بطلت تتحمل نتيجة اختيارهم وسلوكهم السلبي، وده بيحميك من انك تتكسر تاني. وده مش أنانية، دي حكمة اتعلمتها من الأيام الصعبة. بعد ما الأقنعة سقطت النور ظهر. أيوة، النور في الناس اللي ما بتتغيرش، اللي أصلها طيب، اللي ما بتخافش تبين ضعفها أو قوتها بصدق. عشان كده بنقول لهم ألف شكر، لأن وجودكم في حياتنا بيأكد إن الخير لسه موجود ومستمر. يمكن الأيام كشفت لنا ناس ما كناش نتمنى حقيقتهم تظهر، بس في المقابل علمتنا درس العمر. الثقة ما بتتمنحش غير بصعوبة، ومحدش يقدر يكسرك غير اللي انت اديته مفتاحك بإيدك. وافتكر دايما دكتور مصطفى محمود بيقولك إن الإنسان لا يدرك إنه طيب إلا إذا عاشر الناس. عاشرنا وشفنا، والنتيجة إننا بقينا أحكم وأوعى، وبقينا نعرف قيمة الوش الواحد. ما تخافش من الخذلان، الخذلان مش بيجي عشان يكسرك، بيجي عشان يعلمك. كن طيب بس كن حكيم، ضع حدودك وراجع اللي قدمته واللي شفته، وعامل الناس بالعدل اللي انت اتعلمته. أنا إيمان هاشم، وده كان بودكاست بين السطور. أشوفكم دايما على خير،
ويا رب يجعل دايما قلوبكم مطمئنة.